اتجبرت اشتغل بياعة ورد، ودي سلسلة بجرب فيها تجارب قبل ما اموت. الجزء ال 12. بكل بساطة انا ومنية، وانا طول عمري بحلم يكون عندي مشتل او مزرعة ورد، فالنهاردة هنشتغل وهنوزع ورد على الناس الغريبة في الشارع. اتفضل، دي هدية مني ليك، انت تعبان طول النهار. ومعانا عم هشام من دجلة فلاور المعادي قدام بنك كريدت، واول مهمة ازاي نزرع وننقل الزرعة عشان ما تموتش. عم ربيع، دي قصرية صغيرة، لازم الزراعية تاخد راحتها في قصرية أكبر بحيث إن هي جدرها يوسع وهي الزراعية تكبر. ما شاء الله عمو انت بتاع ورد جدا. خدي القصرية دي، يلا بقى تعاملي بإيدك الطينة. بايدي؟ أمال برجلك؟ ما هي هو اللي انا بمسكه ده اللي في دماغي. هو اللي في دماغك. مخلفات الحيوانات أهي. خدي مخلفات الحيوانات، طلعت معاك ونروح رادمين على هي. اول زرعة عملتها في حياتي. تكبر عشان تكبر معانا اكتر وتبقى شجر. ودي كانت اول مرة اشوف فلفل حراق بنفسجي، ده مش بتنجان ده فلفل. اول حاجة اشتغلتها اني اربط شجر الجهنمية، وده شجر كله شوك، جهنمية فعلا. طبعا ما باين من اسمها. عايزه تخشي تشوكي مثلا ايه، امسكي العود كده المؤمن ما بيتشوكش، المؤمن ما بيتعورش. لو النبي امسكي مكاني وأنت هتتعوري. اهو والله ما تعورتيش؟ اهو. طب ما أنا هنعورك إزاي؟ أيوه وقفي ده بقى. السلك ده ربطيه إزاي؟ ضفاير. وفشلت في الجهنمية، قلت ادخل على الصوبات. اصعب حاجة في الزرع الصوبات. ايه اصعب حاجة بتقابلكم في الشغلانة دي؟ هي الشغلانه كلها صعبه. ودي بشيرة. بشيرة. دي غالية جدا. دي ب 3000 ونص. انت نذيرة مش بشيرة. في ناس بتيجي تشتري ب3 4 5000 جنيه كده. كتير. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ونسبتي في اليمن. اثبتوا فيا ازاي يعني؟ اثبتوا فيا ازاي؟ اصعب حاجة في شغلانة بيع الورد هي تنظيف الشوك وتغليف الورد. دي بقى ليه؟ العباد، عشان العبادة كبيرة شوية هنجيبها كده. انت حنين على الورده، حاسه ان انا بعتدي على الورد. كده هو عيب تيجي من محمد تشوفني. يا ربنا يا رب أيوة. يدخلك الجنه. هتدخل ان شاء الله عشان معاشرين. الموضوع يبان سهل لكنه اصعب من لف ورق العنب، وجت فقرة اننا نوزع ورد على الناس في الشارع. بنوزع ورده على الناس. حماتك بتحبك. يلا سلام. جود مورنينج. Can you take this? باي. يا رب تتجوزها. خد ورد. عمو اتفضل، دي هديه مني ليك، انت تعبان طول النهار. عايز واحده كمان؟ والله واحده كمان على احلى تاكسي. ربنا يفتحها عليك يا رب. اتفضل يا عمو. عمو احنا بنوزع ورد. عمو انت كمان لازم تاخد ورد جميل زيك. باي. واخر مرحلة في حياة بياعة الورد هي السقي، فروحنا للمنافس يخلينا نسقي الورد. والسقي له مواعيد، احسن ميعاد الشروق والغروب. في نهاية اليوم رجعت البيت وبدأت حرفة الزراعة لأول مرة في حياتي، وطلع الزرع رخيص مش غالي. فبكل بساطة الزراعة والاختلاط بالطين والطبيعة جزء منك كإنسان، وأكبر إثبات أهو عندكم بيبي ما كملتش سنتين بتحفر وبتزرع عادي. فأنت حجتك إيه عشان ما تزرعش؟ روح اشتري زرعة خضراء لنفسك حالا.